السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. زي ما انتم شايفين كده جايين معاكم بحلقة جديدة، فيديو جميل جدا ان شاء الله يعجبكم. بسم الله ما شاء الله. ده طاجن الفريك بالفراخ. زي ما انتم شايفين كده انا مربية فراخ وانتم عارفين، بسم الله ما شاء الله. ده بحديقين النهاردة وهنشتغل في واحد منهم بإذن الله. النهاردة معاكم هنعمل الطاجن الجميل ده ونخش على الفيديو ونشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا جبت الوok بتاعي وهحط فيه معلقه سمنه ومعلقتين زيت كده عشان خاطر هحمر الديك اللي معانا دوت. هحمره كده، طبعا انا غسلاه بالميه والملح. نقعه يا ربي بالميه والماء، في ميه بملح بليمون كده شويه سكر، ونقعتهم ليله بحالها. بعد كده قمت غسلته غسله نضيفه كده جدا جدا وصفيته وتبلته بشويه ملح وفلفل. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت الزيت وقطعه سمنه وحبه زيت طبعا عشان نحمر فيهم التحميره الحلوه. رش شويه ملح كده في قلب البوك برده. زي ما انتم شايفين الديك معانا بسم الله ما شاء الله. انتوا عارفين التربيه البيتي بتبقى الحاجه في منتهى الجمال. دول ديكين انا كنت دبحاهم في يوم واحد وكنت عايزه احشيهم، بس استسهلت وعملت طاجن الفريك الجميل دوت. سريع جدا ان شاء الله يعجبكم. بدل ما تقعدي تحشي لو مستعجله يعني زي حالاتي كده، هتبتدي تعمليه زي ما انا اعمله الطاجن ده. لا لو عايزه تحشي بقى وتحطي في الفرن هتحشيه وتحطيه في قلب الفرن وبراحته بقى. لكن لو مستعجله زي حالتي كده، انا كنت مستعجله بصراحه لاني كنت متاخره على مال الاكل اللي كنت في السوق. قبل ما جيت من السوق طبعا عشان اعمل الحاجه دي هتاخد وقت معايا في الحشو وكده، فقلنا اقول تعملوا طاجن زي ما انتم شايفين كده سريع. طبعا انا حطيت دلوقتي الفراخ هديها الصدمه بتاعتها. لازم انا استنيت شويه عشان خاطر السمنه والزيت لازم يكونوا سخنين كده وتسمعي الطشه بتاعتهم كده. كده يبقى تمام. ونسد عشان تسد المسام بتاع الحاجه ما تنزلش الميه اللي فيها. تمام حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين كده احمرها من هنا ومن هنا، وبعد كده هركنهم وابتدي اشتغل في في الفريك. فيديو سهل كده وسريع ان شاء الله يعجبكم باذن الله. كملوا معانا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي انا كده ببتدي احمر فيه من ناحيتين. تمام. طبعا الفراخ البلدي بتبقى مش مليانه زي الفراخ البيضه، بتبقى كده بس طعمها بيبقى زي العسل. طبعا الكل عارف الفراخ البلدي يا جماعه التربيه البيتي بتبقى عامله ازاي. زي ما انتم شايفين كده انا ابتدي اطلعهم بقى واحطهم كده على جنب. البوله كان فيها شويه ميه مسحتها وابتديت احط في قلبها الفراخ بتاعتنا. تمام حبايب قلبي. ما بعرفش استعمل البتاعه التقيله ديت، انا بستعمل الشوكه احسن. بس بقول عشان ما تلسوعش وانا وانا شغاله يعني. فالله المستعان. شايفين كده يا حبايب قلبي انا هطلعهم واحط بقى ابتدي احط المكونات بتاعتنا. هنبتدي نحط البصلايه كده ونشوحها ان شاء الله. اللي واصل معانا لحد دلوقتي يا جماعه اعمل لنا لايك وشير وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مننا. انا بحاول انزل لكم فيديو. انا بحبش انزل صراحه فيديوهات الاكل كتير، بس انا بقى بحب انزل الفيديوهات الحلويات لان بيجي لي اوردرات حلويات ان شاء كتير كده بسم الله ما شاء الله. يعني ادعوا لنا ربنا يصلح حالنا وحالكم. اما بيجي لي اي اوردرات بصورها معاكم في الحلويات بالذات، فبحب انزل فيديو الحلويات. انا بحب اشتغل اساسا في الحلويات. شغلي في الحلويات بيبقى جميل كده، بيبقى ممتع كده. بحس بمتعه وانا شغاله في الحلويات بصراحه. ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونعمل جروب وننزل عليه الشغل بتاعنا باذن الله. زي ما انتم شايفين كده انا نزلت زي ما انتم شايفين كده حبايبي. اول ما تدبل كده مع بعضيها، انت عارفين ان الجزر ده بيدي تسكيره جميله مع البصل بالمنظر ده. دي تسكيره جميله جدا. ممكن يغنيكي كمان عن الطماطم، ما تحطيش طماطم كتير. تمام حبايب قلبي. ده لما تكوني بتعملي بطاطس ولا حاجه تانية يعني. انا بحطه على كل الجزر بحطه على كل الاكل بتاعي. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت رشه سكر ومعلقه ملح ومعلقه فلفل صغيره والتوابل الفراخ زي ما انتم شايفين دي، ورشه جوز الطيب. بنقلب كل المكونات مع بعضيها كده لحد ما ريحه التوابل تطلع كده وتبقى حلوه. طبعا التوابل بتبقى في البرطمانات لما بتبقى مركونه، اما تديها تشويحه كده على النار بتدي ريحه ونكهه جميله جدا. الريحه كانت تحفه بصراحه من غير ما نحط الفراخ لسه، وما الطعم بقى يبقى تحفه معاكي. زي ما انتم شايفين كده بنفضل نقلب فيها كده. هي خلاص دبلت معانا. عندك فص توم بردك، التوم بيدي نكهه حلوه وكمان صحي.
ده نص كيلو فريك يا جماعه، انا غسلاه كنت نقعه بقاله نص ساعه وغسلته غسله كويسه. اهم حاجه تنقي الفريك كويس، يا اما تجيبي ماركه تكون كويسه، ما تبقاش فيها يعني ما تتنقاش، لان الحاجات دي لازم تتنقى كويس جدا علشان خاطر بيبقى فيها زلط بنفس اللون، فبتبقى بشعه قوي لو جت تحت السنان. ممكن تجيبي ماركه الضحى دي بتبقى جميله جدا. تمام يا حبايب قلبي، هنفضل نشوح فيه كده عشان زي كأنك بتشوحي رز كده، بتشوحي فيه تشويحة جميلة جدا. ممكن من لو عايزة تعمليه كده من غير كده، كده احنا هنفرده طبعا. انا كنت عاملاه على اساس ان انا هحشي الديكين دول بنص كيلو الفريك ده، فطبعا الوقت خدني، فكنت في السوق وكده فما لحقتش. طبعا قلت اعمل لهم الطاجن الجميل ده على السريع كده من غير ايه حشو ولا حاجه عشان ما ياخدش وقت معايا. طبعا انا هفضل اشوح فيه كده لحد ما ايه، بصي سخن ازاي. الدخان اللي طالع معنا كده ان هو خلاص اتشوح كويس جدا. ابتدي بقى احط الميه بتاعتي، عايزه تحطي ميه سخنه تحطي ميه بارده، انا بحط ميه عاديه عادي. لو حابه تحطي ميه سخنه من الكاتل على طول حطيه. زي ما انتم شايفين جبت الميه اهي، واحاول اغطيه بس كده واظبط ال- الحياء بتاعه، الملح بتاعه يعني اظبط الملح بتاعه. زي ما انتم شايفين كده احنا بنحبه طري شويه. يعني والده جوزي الله يرحمها حماتي كانت بتعمله بشوربه، زي كانت بتقدمه لنا كده بشوربه زي ما هو كده. يعني كانت بتزود الشوربه كتير قوي بحيث ان هو يستوي في الشوربه يبقى في قلبيه شوربه. فجوزي متعود ان هو ياكله كده. فانا طبعا عملته وخليته طري شويه بردك، بس عملته زي الرز كده بناكلناه زي الرز. زي ما انتم شايفين كده لقيته محتاج ملح، هحط شويه ملح عليه. صلوا على النبي يا حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. لازم نذكر ربنا كده ونصلي على النبي واحنا بنعمل كل حاجة كده عشان خاطر ربنا يبارك لنا في الأكل بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده انا رصيت الفراخ عليها طبعا متحمره وزي الفل، غطيتها بقى وسبتها. حبيت اوريكم بقى الديك التاني اللي كنت هعمله حشو برضك. انا نقعاه بردك هنقعه دلوقتي في ميه بملح، انا غسلاه غسله تمام اهوت. طبعا انا خدت التاني كنت نقعاه بردك وغسلاه حلو وكنت نقعاه. فده انا بوريكم بقى النقع بتاعه بيبقى ايه، شويه ملح وشويه سكر، ده ملح خشن عندي. انا بجيب الملح الخشن عشان خاطر الحاجات اللي زي كده. بحط في قلب الطيور وكده بغسل بيه الطيور. والليمون بقى بقطعه شرايح كده، ما بعصروش، بقطعه شرايح كده واسيبه ليله كامله معاه، واسيبه كده اكمن انا كنت لسه هركنه تاني، فغسلته غسله تانية ونقعته بميه ملح وحطيته في التلاجة لتاني يوم. تمام كده يا حبايبي. طبعا خلاص استوى معانا، هنبتدي نغرفه بقى، نغرف الطاجن بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده، لازم نسمي على اكلنا يا جماعه. طبعا دي الحاجه بتاعت الفرق ديك طبعا عشان هو ديك، فكانت في قلب الاكل برده كنت حطاها معاه. نبتدي نغرف. شايفين انا مش منشفه قوي، طري يعني زي ما انتم شايفين كده طري. هما بيحبوه عندنا كده يعني، ما بيحبوش ناشف قوي زي الرز بيبقى ناشف بيبقى مظبوط يعني. تلاقيه مفرفط وحلو، لكن ده انا مطرياه زي ما انتم شايفين كده علشان خاطر احنا بنحبه طري، ما بيحبوش بيندو. طبعا الفريك بيبقى فيه نضغه كده. تمام حبايب قلبي، ورصينا عليه الفراخ بتاعتنا الديك بتاعنا كده زي ما انتم شايفين. انا ما كانش عندي جرنش بقى، جرنشت بشويه جزر زي ما انتم شايفين. جزر ده جزر والله كان في الفريزر عندي، وبنجر كانوا في الفريزر، ما كانش عندي جرنش، قلت جرنش بايه بيهم. فرشيت بقى شويه على الوش كده عشان يدوا منظر بردك، يبقى شكل الطبق بتاعنا جميل كده. طبعا العين بتاكل قبل البق كده. بسم الله ما شاء الله، كان طعمه تحفه. طبعا انتوا عارفين الفراخ البلدي، وبلدي ايه مش انت شاريها من بره، لا بلدي متربيه على ايدك في البيت. طبعا الفراخ اللي انا كنت مصوراها معاكم قبل كده هي دي الفراخ اللي طبعا الشامورت بتاعنا. وطبعا احنا ما خليناش الا ديك واحد مع البرابر بتوعنا اللي فضلوا. زي ما انتم شايفين الطبق في منتهى الجمال كده. بسم الله ما شاء الله، الطبق يستاهل بقكم. اللي وصل معانا لحد اخر الفيديو كده يا جماعه يعمل لنا لايك وشير ويفعل لنا ايه زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا ان شاء الله. تمام يا حبيب قلبي، والدال على الخير كفاعل. تمام يا حبيب قلبي، القناه بتاعتنا ان شاء الله مش هتكبر الا بيكم باذن الله. فايه نحاول نساعد بعضنا كده ونكبر القنوات ان شاء الله، عشان ربنا يكرمنا. اللي بيساعد البني ادم ربنا بيكرمه ان شاء الله. تمام يا حبيب قلبي، ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب وييسر لكم كل اموركم. انا طبعا بحب اشتغل في الحلويات اكتر ما بشتغل في ايه في الاكل البيتي، لاني يعني بحس بمتعه كبيره وانا بشتغل في الحلويات. اعمل تورتاي، اعمل كبات، اي اوردر بيجيلي ان شاء الله. اما الاوردر الجاي باذن الله مطلوب مني اوردر